في بدايات 2008 في القاهرة تحديدا في مصر الجديدة، عمارة سكنية سكانها بيشتكوا إن في ريحة وحشة طالعة من شقة، وبعد ما قعدوا يدوروا عرفوا الريحة دي طالعة من أنهي شقة بالظبط. والشقة بتكون شقة واحدة مسنة عايشة لوحدها وعندها 73 سنة واسمها عايدة، والسكان عشان ملهمش اختلاط بيها نزلوا للحارس وقالوا له يطلع يخبط عليها ويسألها ايه الريحة دي وانها تحاول تتخلص من الريحة دي بأي طريقة. المهم ان الحارس اول ما قرب من شقتها الريحة زادت جدا، والدبان كمان كان ملموم على الشقة بطريقة غريبة ومرعبة، وحشرات كتير طالعة من تحت باب الشقة، ودي مش عادة الست عايدة. والحارس عارف ان هي كانت مهووسة بالنظافة واستحالة ترضى بالمنظر ده، فعرف ساعتها ان اكيد في حاجة غريبة. قعد يخبط عليها كتير ما فتحتش، راح تاني يبلغ السكان وقال لهم ان في حاجة غريبة وان الست عايدة ما بتفتحش الباب وهو مش متعود منها على كده. واللي عملوه السكان ان هم بلغوا الشرطة لحسن يكون الست دي حصل لها حاجة جوه ومحدش يعرف. وصلت الشرطة وقعدوا يخبطوا هم كمان محدش بيفتح، فقرروا ان هم اكيد هيكسروا الباب. وهنا كانت المفاجأة، اما دخلوا الريحة كانت اصعب بكتير، وفجأة لقوا جثة الست الكبيرة دي مرمية في الحمام، وواضح كده انها مش مجرد وفاة عادية وان في حد هو اللي قتلها، وده طبعا من الدم اللي كان مرمي في كل مكان في الحمام. يا ترى ايه اللي حصل للست عايدة واللي عمل كده في واحدة في سنها؟ كان ايه الدوافع بتاعته عشان يعمل كده؟ كان واضح على الجثة انها مقتولة وحد ضربها على دماغها، وده لان جمجمتها كانت مهشمة تماما. فالشرطة بتبعت الجثة على المعمل الجنائي عشان يعرفوا ايه اللي حصل لها بالظبط. ومن الناحية التانية المحققين بيكملوا تحقيقهم في مكان الجريمة، واللي كان واضح جدا انها جريمة سرقة، وده عشان الشقة كلها كانت مقلوبة بطريقة مش طبيعية، وفي حاجات كتير مسروقة منها وواضح جدا زي التلفزيونات والتلاجة والأجهزة الكهربائية. وكمان لاحظوا ان الدولاب مفتوح وكان فيه مجوهرات في صندوق ومش موجودة، وكروت الفيزا كلها الخاصة بالست دي مش موجودة. وواضح جدا ان اللي عمل كده كان ناوي ما يسيبش اي حاجة وراه. واكبر صعوبة قابلت المحققين انهم ما لقوش اي قرايب للضحية، لانها برغم ان هي عندها 73 سنة بس عمرها ما اتجوزت، وطبعا ما خلفتش، وما عندهاش قرايب لا من بعيد ولا من قريب، يعني ما عندهاش اي حد يسأل عليها. الست عايدة كانت شغالة في مستشفى حكومية، وما طلعت على المعاش فضلت عايشة في الشقة دي لوحدها وما بتنزلش غير الحاجات المهمة قوي، وما كانش ليها غير صديقة واحدة بس، وكانوا بيتقابلوا كل فترة كبيرة جدا. وصاحبتها دي أكدت إن عايدة طيبة جدا وكانت بتعمل خير كتير، كانت مستغربة مين ممكن يعمل كده في واحدة زيها. بعد كده استجوب حارس العقار والجيران، وكلهم أجمعوا إن هي كانت ست محترمة وفي حالها وما بتختلطش بأي حد أصلا. بس كلهم قالوا برضو إن عايدة كانت بتجيب واحدة تساعدها في شغل البيت، كانت بتجيلها مرة في الأسبوع. في الوقت ده المعمل الجنائي بيطلع تقرير بحالة عايدة، وقال في التقرير إن عايدة اتضربت على راسها 3 مرات بآلة حادة لحد ما ماتت، وإنها كمان ميتة بقالها 3 أيام. فتقوم الشرطة تربط الميعاد اللي بتيجي فيه الست اللي بتساعدها مع الوقت اللي توفت فيه عايدة، وعرفوا من حارس العقار إنها كانت عند عايدة قبل الوفاة بيوم. بس الشرطة قعدت تدور عليها والوصول ليها كان صعب جدا، وكل اللي قدروا يعرفوه اسمها الأول بس، وحاولوا يتتبعوا الموبايلات اللي كانت مسروقة من الضحية، لكن معرفوش يوصلوا لأي حاجة لأن الموبايلات دي كلها كانت مقفولة. بعدها قرروا إن هم يتتبعوا البطاقات البنكية وكروت الفيزا بتاعت عايدة، وفعلا لقوا حد سحب من البطاقة مرتين، وقدروا يحددوا المكان بالظبط، وكان في حي شعبي وتحديدا المطرية. لكن وهم بيدوروا لحسن الحظ في تليفون من التليفونات دول بيتفتح، فبيروحوا يدوروا على المكان ده بالظبط وبيقدروا يحددوا المكان، وبيبقى نفس المكان اللي اتسحب فيه من البطاقة البنكية وبرضه في المطرية. فبيروح فريق من الشرطة على المطرية على طول، وما راحوا لقوا ان الاشارة جاية من محل الموبايلات. استجوبوا صاحب المحل ده وقال لهم ان في واحدة ست هي وجوزها هم اللي باعولي الموبايل. ومش بس كده، كان شكلهم غريب جدا وهم داخلين عمالين يعيطوا بطريقة هستيرية، وبيقولوا ان ابنهم عمل حادثة وان هم محتاجين الفلوس دي ومضطرين ان هم يبيعوا الموبايل، وده عشان يبيعوا الموبايل بأي طريقة. وفعلا بعلهم الموبايل من غير ما يسألهم عن اي حاجة تخصه. بس طبعا الشرطة ما سابتهوش بالسهولة دي، قالوا يمكن هو كمان مشترك معاهم في الجريمة وبيحاول يبعد عنه الشبهة، فقبضوا عليه هو كمان قدروا يجيبوا صورة اللي استخدم البطاقة البنكية بتاعت الست عايدة، وعرضوا الصورة على حارس العمارة وعرفها على طول، وقال لهم ايوه هي دي المساعدة اللي كانت بتيجي للست عايدة كل اسبوع. وعرضوا الصورة دي كمان على صاحب المحل، واكد ان هي دي الست اللي جت هي وجوزها باعوله التليفون، واتأكدوا كمان ان هي فعلا ساكنة في منطقة المطرية لكن ما يعرفوش بيتها بالظبط. وبعد ايام من التدوير قدروا يوصلوا لورشة جوزها،
اللي كان شغال ميكانيكي وعنده محل في المطرية، واللي أول ما شاف الشرطة اعترف بكل حاجة على طول، وقال لهم إن هي أصلا مش مراته وإن هي طليقته، وإن هو ما قتلش وهي بس اللي قتلت، وكل اللي هي كانت عايزاه منه إن هو يساعدها في تصريف المسروقات بس، ودلهم على بيتها بالظبط. ولما الشرطة وصلت المكان لقوا بقية المسروقات اللي هي كانت واخداهم. بعد ما اتقبض عليها قالت إن هي كان بقالها 3 سنين شغالة عند الست عايدة، وإنها كانت بتثق فيها جدا لدرجة إن هي كانت عارفة كل الأرقام السرية بتاعت البطاقات البنكية، وكانت بتستأمنها على مجوهراتها وبيتها ونفسها وكل حاجة. والمساعدة بتحكي إن هي كان عندها مشاكل مادية كبيرة جدا، وكانت خلاص هتتحبس بسبب المشاكل دي، فاضطرت ان هي تعمل كده. لكن الست عايدة طيبة وهي ما كانتش تستاهل اللي حصل لها، وقالت ان الست عايدة في يوم الجريمة كانت طالبة منها شوية حاجات، وفعلا نزلت وطلعت تاني وعملت نفسها ان هي جابت الحاجة اللي عايزاها في الشنطة، وخبطت عليها والست عايدة فتحت لها عادي جدا، وقالت لها تخش على المطبخ تحط الحاجة اللي جايباها، ودخلت هي الست عايدة على الحمام. فقامت المساعدة تدخل وراها وتضربها بآلة حادة غليظة 3 مرات على دماغها لحد ما الست عايدة تقع على الأرض وتموت. وبعد كده سابتها ودخلت تلم الحاجة اللي ينفع تتاخد وتجيب فلوس، وأكدت إن طليقها هو اللي حرضها من الأول، وإن هو اللي قال لها تعمل كده ومشترك معاها في كل خطوة هي عملتها. وبعد كده بتتحبس هي وطليقها بتهمة القتل العمد، وبعد ثبوت إن هو ماليش يد في الجريمة وما ساعدهاش في القتل خد حكم مخفف عنها، بس برضه اتحكم عليه بسنين كتير جدا. أما هي فاتحكم عليها بالإعدام. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك، مستنية رأيكم في الكومنتات، استنوني في فيديو جديد وقصة جديدة.